هو في حد عاقل في الدنيا يزرع في أرض ويستنى الثمرة في أرض تانية؟ أكيد لأ طبعا، مع إنها عند ربنا ممكن تحصل. هو أنا عايزة أقول إيه بالظبط؟ أغلب صدمتنا في الناس اللي حوالينا هي إن إحنا بنقدم لهم الخير ولكنهم طلعوا ما يستاهلوش، ما كانوش قد المسؤولية، أذونا، خانوا الأمانة. ليه؟ لأننا ماشيين بمبدأ من جد وجد، من زرع حصد، قدم السبت عشان تلاقي الحد. وعشان كده قلبنا بيتكسر وممكن نخش في حالة نفسية وممكن نعتذر الناس تماما، مع إننا بمنتهى البساطة ممكن نفتح في القرآن والسنة ونلاقي اللي يطمن قلبنا ويطبطب علينا. لما نفتح في سورة النجم قول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. إذا حضرتك سعيك ده منزلش على الأرض أبدا، وعمره ما هيضيع عند ربنا، لأن اللي هيجازيك عليه هو ربنا سبحانه وتعالى. كمان لما نفتح في سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العظيم. إذا حضرتك لو عملت إحسان ربنا سبحانه وتعالى هيديك إحسان. ما قالكش أبدا إنه من نفس المكان ده وبنفس الطريقة دي، لا. إحسان ربنا حاجة تاني. إحسان ربنا ممكن يجيلك بركة في رزقك، بركة في أولادك، ممكن يجيلك إن في شر جايلك وربنا يمنعه عنك، ممكن يجيلك في إن هو ربنا يديك قبول في شخص أنت ما عملتش معاه حاجة وتلاقي شخص بيساعدك وأنت ما جددتلوش أي حاجة. ممكن توفيق ربنا يكون في حياتك، تلاقي كل حياتك بتعمل فيها شغل قليل قوي وتلاقي نتيجة عمرك ما كنت تتوقعها. كل ده اسمه توفيق من ربنا، كل ده اسمه إحسان من ربنا. ليه؟ لأن حضرتك إنسان محسن. من الآخر كده ازرع الخير على قد ما تقدر في الناس اللي حواليك وانتظر الخير من ربنا وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.